السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبائي الرياضيين بطلة جديدة من قناتي محمد الأصبحي ملك الكرة من استوديو التحليلي حول مباريات اليوم برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي. قبل أن نبدأ بهذا الموضوع نقول لكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من قناتي. اليوم بعد 15 سنة كان البرشا يعذب الفريق المان يونايتد في نهائي 2009 2-0 وفي نهائي 2011 و3-1 وأيضا في الدور الثمانية من 2017. يعني انتصار تاريخي بعد 15 سنة. يعني في ذكرنا في البرشلوني، طبعا عادل إمام هو برشلوني طبعا. خلونا نسمع هذه العبارة. ذكرنا في 15 سنة هذه قريبة لنكتات عادل إمام. اسمعوها. بهجت. نعم. ومعاف. نعم يا اختي. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقف. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي اقف. 15 سنة بتقول لي اقف. طبعا انا توقعت الهزيمة، وحتى اسأل مشجعين ريال مدريد وتوقعت الهزيمة 2-1. قلت لو نخرج بهذه المباراة 2-2، لكن اثبت لي تشافي غبي وتناحى ما تصورهاش. يعني هذا المدرب مثل ما قال عصام الشوالي ما سر الصلع انهم خطيرين واذكياء، زي جورديلا، زي ما هذا المدرب طبعا، زي ما زيدان. يعني جبت لي امل الحمد لله. انا اصلا يعني خطير لهذه الدرجه. يعني قناتي بتنجح ان شاء الله. طبعا الشوط الاول كان كله مسيطر برشلونه، يعني فاجأة حتى مستواهم بالشوط الاول. الشوط الاول كله برشلونه مسيطر وخرج 1-0، انتهى الشوط الاول 1-0. طيب الشوط الثاني يقول الشوط الثاني شوط المدربين. طيب حافظ على النتيجة، يعني اثبت انه معتمد على منظومة من اللاعبين، ولا ما هلهم شاطر اللاعبين مش موجودين ضاع الفريق. مثل لاعب باتي، جافي، بيرتي، بدري وعثمان دمبري. يعني عثمان اثبت انه غيابه في الجهة الثانية. طيب انت ايش القصة بين وبين فاتي؟ ايش القصة بينكم؟ يعني ما تدخلوا له بالوقت الاخير. المفروض كنت في بداية الشوط الثاني تسحب فلتسكي اليوم بطيء جدا. من فلتسكي جاب هدف ضربة جزاء بطيء جدا. فلتسكي ما قدرش حتى يوصل كرة. يعني زي ما اليوم الخط النت اليوم حرقوا دمنا اليوم النت بطيء. نفس الخبر. طبعا كانت بتسحب ودخل فاتي مهاجم صح، تلعب على هجمة مرتدة، تنظم، تقفل الدفاع. قلب النتيجة 2-1. يستاهلوا. فريق مانشستر يونايتد الشوط الثاني لعب صح، قدم كرة صح، أتقن في الكرة صح. أنا ما ألومش الفريق ولا ألوم برشلونة أداء برشلونة. أنا ألوم تشافي الغبي التنح، أسميه التنح التنجرة الغبي، غبي جدا. يعني الشوط الثاني كان المفروض يحسمها. طب جاء التعادل، غير، اسحب فلتسكي، طلع، اسحب. أنا اليوم فلتسكي اليوم ضايع ولا معه فرصة. ضربة الجزاء اللي كان يلعب فاتي على القدم شوية، الظهير اليوم ضايعين اليوم. طيب انت الان تقاتل لي على الدوري الاسباني، والله كاس الملك فارح، وخرجت من بطولة دوري ابطال اوروبا اللي فعلتهم صفقة 200 مليون عشان دوري الابطال، والدوري الاوروبي هذا قلنا على الاقل ماء الوجه. يعني خرجت صح، انا خرجت امام فريق قوي، لكن كيف؟ لا متى؟ ايش يغطوا عليك؟ ايش اللي يغطوا عليك؟ بايش؟ ايش اللي بيغطوا على تشافي؟ انا ما داري ايش بيغطوا عليه. يخلوه يكمل هذا الموسم ويجيبوا مدرب صح. يعني اليوم هذه انا ما الومش الفريق ولا الوم برشلونة، الوم تشافي الغبي الذي
ما استغلش تقدم الشوط الاول 1-0. ما نقولش انه قلب النتيجه الشوط الاول، يعني كنت مسيطر، لعب تمام، مسيطر صح الشوط الاول. يلا اسمع عبد الله يتحصل عليه الدوري الاسباني، معك الدوري الاسباني كاس الملك. طيب انا مشيت نحن دوري ابطال اوروبا. كانت هذه المباراه لو فزت، لو كان فاز تشافي كان بيصالح الجماهير صح، يعني من قبل. يعني نحن تاريخنا اسود طبعا، البرشلونيين بشكل عام كلنا عارف ان تاريخنا بالبطوله هذه اسود، وحتى ما وصلناش النهائي، حتى نصف النهائي ما وصلناش فيه. شاركنا 12 مره قبل 30 سنه مدري 40 سنه، ما وصلناش حتى نصف النهائي. فلا تزعلوا يا برشلونه، هذه كلمه الحق، كلمه الحق لا متى تقسم جامد. والقواعد والتناح هذا من رئيس النادي، هذا لا متى. قبل ما نختم لكم بهذا الموضوع نقول لكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من قناتي محمد الأصبحي ملك الكرة، وتصبحون على خير. يلا باقي معانا الدوري، كان فارحين هلا بالخميس، على الأقل نستمتع بالخميس، قرع علينا الخميس. خاطركم.